كابتن أحمد شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد وتعاقدات النادي وحول عقوبة كهربا. ماذا يحدث في تعاقدات النادي الأهلي؟ الأهلي ما عندوش بعد كده غير صفقة واحدة هيشتريها، نعم صفقة واحدة. وأنا امبارح قلت لك القائمة بتاعت النادي الأهلي ما فيهاش أماكن. حلو الكلام؟ هل هو سوزة؟ خد بقى الخبر اللي أنا معادك من أول الحلقة تسمعه يعني. الأهلي أوقف كل أنواع المفاوضات مع نادي جيونبوك الكوري الجنوبي. نعم تاني، الأهلي أوقف كل أنواع التفاوض مع نادي جيونبوك الكوري الجنوبي الخاصة بسوزة. اوبا، يعني سوزة بره النادي الأهلي؟ لا أنا ما قلتش كده. لا لا لا، بس يا كابتن الله يخليك أنت مش على الصبح كده والدنيا معاك يا عم، بس اصبر اصبر. طب قول يا سيدي. هنصبر. عقد سوزة يخلص مع جيونبوك ديسمبر، فالاهلي من حقه انه يضمه في ديسمبر بحيث ان نلعب في يناير مع النادي الاهلي. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب في ايه بقى؟ في انه الاهلي احال الملف كله لمارسيل كولر. وبص بقى حضراتكم عشان ما تتعبوش قلبكم الله يخليكم، يقول لك لجنه التخطيط رفضت فلان ووافقت على فلان وعملت فلان. لا، نعم لا، كولر الوحيد الذي يوافق ويرفض على ضم او استبعاد لاعبين هو كولر. هي اللجنه جايد، مرشد، دليل بالنسبه للراجل، تقول له اتفضل يا عم كولر في كذا وفي كذا وفي كذا وتشرح له. هو كولر مش بتاع سماعي، كولر بتاع عيوني، مش عيوني اللي هو وعد يقول لك عيوني واحكم بالدماغ. خلي بالك هذا الكولر لا قلب له في العمل. شوفوا الأدب والأخلاق والاحترام والانضباط وكل حاجة، لكنه في الشغل ما عندوش قلب، ما عندوش قلب خالص. ده قاعد ده ماشي. وأيمن أشرف قدامكم أكبر مثال وأكبر دليل، وكان بيحبه جدا، لكن في الشغل وفي الكرة هو ما عندوش قلب. وخلي بالك بقى اللعيبة بتحبه جدا وبتقدره جدا وبتحترمه جدا وبتخاف منه جدا، لأنه راجل عنده سيستم، عنده نظام. واداره الكوره في النادي الاهلي، انا بقول لك معلومات يعني، اداره الكوره في النادي الاهلي قالت له اتفضل، والراجل خد كل البطولات. هم قالوا له يا مستر سوزا، يا مستر كولر، ادي الموقف بالنسبه لسوزا، احنا نجيبه لك في يناير. النادي قافل ومش راضي ياخد فلوس باللي احنا طالبينه. فالراجل قال لهم ادوني فرصه افكر، لانه الاهلي لو جاب لعيب مش هيبقى في مكان، لان هم 30 لعيب. لموضوع كهربا، عشان الموضوع ده انا عمال اقول لك عليه بقى ليه فتره كده، ولما اتكلمت عليه طلع بعض الزملاء قالوا لي انت المحامي وانت بتحلم وحاجات كده يعني. وكان اقتراحي بمنتهى البساطه، طالما انت عايز تجدول مستحقات شيكابالا ما تخلي كهربا يجدول المستحقات بتاعته، تعالك بالقسط. تمام التمام. انا بقى سنتين كل يوم بقول له الكلمتين دول يعني. فالبعض داخل نادي الزمالك وعلى البوستات وبتاع مش عارف ايه، وطلعوا وهجوم وزعيق وماشي براحتكم يعني. فطلع امبارح القرار بتاع لجنه الانضباط. كويس. اللجنه قالت لكهربا قدامك شهرين، ركز بس معايا عشان الكلام اللي انا هقوله ده مهم قوي. شهرين وتدفع، والا هقول لك عواقبها برضه عشان تبقى عارف يعني. تدفع يا عم خلال شهرين، معاك 60 يوم بدءا من 7 أغسطس، شهرين يعني يبقى 7 9 7 10. قال له في حاله التخلف المستمر على السداد سيتم ايقاف اللاعب من المشاركه في اي نشاط متعلق بكره القدم 6 شهور بشكل تلقائي. بشكل تلقائي معناه انه هيتوقف، يا اما الدفع يا اما الايقاف. يتوقف، اول ما يدفع يتشال الايقاف ويتغرم 1000 فرنك سويسري يتم دفعها خلال 30 يوم من اختاره بها بتاريخ اليوم 7 أغسطس، يعني ندفعها قبل 7 سبتمبر. ادي كمان لعيب في النادي الاهلي. تعال بقى نروح لعمار حمدي، لانه عمار عنده سيراميكا وزد والمقاولين عرب وهو بيشوف الافضل ليه. الاقرب خروجه اما اعاره او بيع، خصوصا ان كولر مرحب جدا بخروجه، مش هيضمه للقائمه. هو لعب السنه اللي فاتت الاتحاد السكندري لكنه ما كانش موفق قوي. لما جه الكابتن طارق العشري قال انا مش محتاجه. فعمار بيبحث على النادي ده، عن نادي من الانديه اللي قلت لحضراتكم عليها. طب ايه موضوع الاعاره؟ مش الاعاره، الاهلي دلوقتي وبعض الانديه، مش الاهلي بس، الاهلي وبيراميدز وغيرهم
بدأ يوصلوا لديل بيع يشبه الإعارة. بمعنى أنا هبيع أحمد شوبير لنادي مثلا طنطا، خلينا عشان من بلدياتنا مش هيزعلوا مني يعني، ماشي. فيقول له أنا هبيعه لك لمدة سنة، أوكي ماشي. فبدل ما يبيعوا ب 10 مليون مثلا يبيعوا ب 3 مليون، ويقول له إيه تمام التمام خلاص، وفي نفس الوقت ياخد منه استغنى. ما أنا هبيعه لك، مش هبيعه لك ب 10 مليون، هبيعه لك ب 3 مليون، ياخد منه استغنى يبقى موجوده عنده بتاريخ مقدما. يعني انا بتكلم على الانديه مش الاهلي بس، يعملوا كده عشان يضمنوا حقوقهم، فتبقى كانها اعاره، وتخطى هو ايه موضوع الاعارات السبعه دي. لكن ده بخصوص عمار حمدي. والتر بواليا الاهلي خلال ساعات هيعلن او هيحسم موقفه. يعني الاهلي مستحيل بواليا يكون في قائمته لانه عنده 5 لعيبه اجانب. انا شفت تقديمه لويس ميكيسوني في سيمبا التنزاني، والله قدموا تقديمه جميله على جمل، والملعب كان مليان عن اخره بيعشقوه هناك. ممكن اللي ما ينجحش عندك ينجح بره ويبقى زي الفل ويكسر الدنيا. ما دلوقتي عندك سافيو مكسر الدنيا في بوليفيا، وجماهير النادي الاهلي عمال تخبط ايديها على دماغه تقول لك ومشيتوه ليه؟ ما انتوا برضه اللي قلتوا انه وحش يعني. زي ازارو وزي الي اوباجي لعيبه كويسين محترمين يعني. فالاهلي عايز يوصل يفسخ عقده بالتراضي. لو ما وافقش الاهلي عنده اوبشن انه قائمه الانتظار، فيحطه في ال3 بتوع الانتظار. نروح لاحمد القندوسي. القندوسي الحقيقه عليه كلام يعني، الهدف اللي جابه في المصري يعني قوى وزود من اسهمه جدا. وعلى فكره كولر عنده قناعات بالقندوسي، بس هو مشكله كولر انه عايز راس حربه يعني. فهنا الاهلي كمان عايز القندوسي، يعني عايز يقول لك ايه، انا ممكن اطلعه اعاره سنه بس يجي لي تاني. فعنده عروض من الجزائر، وده الاقرب يعني، انه من الجزائر في مثلا فيوتشر، في كذا نادي دخل دلوقتي في موضوع القندوسي. وزي ما قلت لك زياد طارق، قلت لك زياد طارق، عمار حمدي، والتر بواليا، قندوسي. ما قلتش على صلاح محسن يا كابتن. منتظره تتوقف على صفقه المهاجم الجديد. هل الاهلي شغال؟ ايوه الاهلي شغال. هل الاهلي وصل لاتفاق؟ لا ما وصلش لاتفاق. هل الاهلي ممكن يفاجئنا؟ جدا جدا جدا. لكن ده كل ما يخص اللعيبه في النادي الاهلي، عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لحضراتكم من غير يعني ما تتعبوا قلبكم معايا. تعالى. حقيقة رحيل هداف الأهلي المصري إلى الدوري السعودي. عقد احتراف رسمي لنجم وهداف الفريق محمد شريف. الأهلي يدرس خلال الساعات القادمة عرض رسمي لاحتراف نجم الفريق وهداف النادي الأهلي محمد شريف من نادي الخليج السعودي، الذي تمسك باللاعب والرغبة في التعاقد معه خلال الأيام القادمة. المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر في بداية الأمر كان رافضا ومتمسك باللاعب، ولكن مع عودة صلاح محسن والمهاجم الإفريقي الجديد أبدى كولر الموافقة، ولكن في انتظار رفع المبلغ المالي من نادي الخليج السعودي المتمسك باللاعب جدا حتى يستفيد محمد شريف والنادي الأهلي. والأيام القادمة سوف تكشف عن الموافقة على رحيل محمد شريف إلى الدوري السعودي.